سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مع الصحة؟ كلشي مزيان؟ حبيباتي، اليوم ان شاء الله غادي بغيت نوريكم هاد الشيء اللي تقديت بمناسبة ديال الدخول المدرسي. دابا الدخول ديال المدرسة خاصنا ناخدو غير الحويجات اللي حنا محتاجينهم اللي ما غنقدروش نتخلاو عليهم، اللي غيكونوا استعمال اليومي، او الحويجات المواد الغذائيه اللي كتكون من الضروريات. دابا ما غناخذوش الثانويات، دابا غناخذوا الحويجات الضروريات، لان تدخل المدرسه ترى هو فيه مغسول وفيه بزاف ديال كما تنقولوا فيه حتى هو خاصنا الفلوس باش ندخلوا وليداتنا المدرسه، الكتوبه، السجال، بزاف ديال الحوايج. اذا هذا الشهر هذا تيتسمى شهر الضروريات، ماشي شهر الكمالي. زعما الحاجه اللي ما عندنا ما نديرو بها غير ناخذوها وصافي. دابا الانسان تياخذ الحاجه اللي من الضروريات واللي ضروريه خاصها تكون في الدار، بحال الزيت، بحال الطحين، بحال السكر، بحال اتاي، الصابون، بحال الحليب، الشامبوان، شي حاجه اللي بحال هكا. ما ناخذوش الثانويات، ما عندنا ما نديرو بهم، لان هذا الشهر هذا الناس تيكونوا مزيرين من دخول العطله، من يلا فات العيد الكبير، دخول المدرسه صعيب. بالنسبه لي البنات انا ما فتش 250 درهم في هذا الشهر هذا، وما واصلاش 250 درهم. لان شنو جبت البنات؟ خديت هذا السيد هذا البنات 9 ديال الكيلو، تقريبا ب 90 درهم. علاش؟ لانه تقضى لي التيد اللي كنت خديت شحال داليا من الشهر بحالو نيت. دابا هذا غادي ناخذو دابا، راه ما غاديش نساليه في هذا الشهر، عولو 3 شهور غادي يديني حتى 4 شهور، لانه فيه 9 ديال الكيلو كما قلت لكم البنات. وزوين بزاف. انا تقريبا هذا الاسبوع كله ما صبنش، بقيت نتسنى اليوم. دابا اليوم الثلاث في الصباح كان في بيم. اليوم الثلاث راه معروف تيكون في بيم شي حاجه ديال المواد الغذائيه، تتكون نهار الثلاث والجمعه. اليوم الثلاث مشيت خديته، وخديت البنات هاد الشيفونات هادو بثلاثه حتى هما بالثمن رخيص وزوينين ويديوني واحد المده. خديت البنات القرارص هادو، خديتهم عندي السطح تنشر فيه، عندي القرارص ديالو، ولكن تنشر هنا في البانكو. عندي واحد الباكيه ما قادرينش لان دابا تنشر في البانكو. هادو خديت هادو، وخديت البنات هاد الديطول هادو من بيم. هادو خديتهم من بيم هاد الصباح بشي 100 وشي 140 درهم. هادو بثلاثه، هاد التيد وهاد الشيفونات وهاد الصابون ديال الطول حتى هو شحال غيدي لي؟ حتى هو غيديني شهرين ولا 3 شهور، لانه فيه بزاف، فيه 6. وهاد القرارص شي 140 هنايا. كنت البنات مشيت للكارفور، كنت خارجه تندورو داكشي شويه بالليل والبارح، وخديت هاد الطون هذا وهاد الباكيه ديال الحليب. والحليب حتى هو كان في البرومو، كان بشي كدا 40 درهم، حتى هو ناقص شويه. خديتهم من كارفور جبتهم معايا في يديا. اليوم خرجت البنات للمارشي باش ناخذ واحد الحاجه محتاجاها، بغيتها ان شاء الله، بغيت نبدا بها ان شاء الله. راه غادي ندير لكم فيديو ديالها ان شاء الله بحول الله. خديت البنات من عند واحد تيبيع داكشي ديال هادشي ديال الفرماج وهادشي ديال المهم بزاف د الحوايج ياخذوا. خديت من عنده هاد الشيفونات هادو ب3 ب5 دراهم. واول مره البنات تناخذ المطيشه ديال الحك. في حقيقه البنات لقيت راسي خطأت، لان علاش خديت 3 ديال المطيشات الحك، هي خاصني ناخذ 4 ب10 دراهم، ترجع وناخذ من عندها وحده، لان جوج ب5 دراهم وانا خلصت واحد ب5 دراهم. المهم غادي نرجع ناخذ من عندها واحد، لان تتبيع كل جوج ب5 دراهم. انا خديت هادو. انا موالفه ناخذ الحك الكبير او سميتو، قالت بان سمعت بان هادو زوينين وانا ما تنستعملهاش بزاف، لان عندي شي شويه نديره في الكونجيلاتور، مازال عندي من رمضان مطيشه الحك. وخديت البنات هادو حتى هما ب5 ديال الدراهم، خديت جوج. وخديت هاد الفرماجه البنات اول مره غادي نجربو، باقي ما عرفتش. المهم فيه 24 قطعه، 16 درهم ولا 17 درهم بحال هكا. هذا خديته. خديت البنات البلاطو ديال البيض، هانتوما البيضه قداش ما شاء الله.
هادو ب 16 ريال 80 فرانك. هادشي البنات هادي السلعه اللي خاصني ان شاء الله هاد الشهر. عندي كل شيء. الام ديال الزوج ديالي هي الام ديالي مسكينه، صيفطات لي مسكينه خنشه الطحين ديك ديال 10 كيلو عامره ديال الطحين القمح. نتوما مولي الخير، مطحونه مقاده على مزويناتها. والوالده ديالتي حتى هي ما شكون اللي من العائله ديالها جاب ليها الفرينه بيضاء على مزويناتها، حتى هي طحنات وعطاتني النص ديالها. ما خديت حتى شي حاجه، ذوقوني. هذاك هو الطحين اللي غادي ندير. عندي الفينو، عندي الفورس بقى ليا. الزيت ديال داك الشهر اللي كنت خديت كانوا فيه المواس ديال العيد الكبير، يلاه بديتو لانني كان ديجا عندي البيدو فيها وبقيت بشويه معها باش البيدو الجايه تسدي لي ان شاء الله. باقي عندي جافيل، الصابون ديال الواني، عندي كلشي. كان خاصني الصابون الماكينه هو اللي خديت، وهذا الشيء حاجه اللي خديت. هذا الشيء البسيط هو هذا 250 درهم. هذه هي التقدير اللي تقديت هذا الشهر ان شاء الله. عارفين مع دخلت المدرسه خاص كلشي يكون مزيان، ونخليو شويه باش نعاونوا الوليدات ديالنا في دخلات المدرسه. هادشي علاش اقتصدت شويه وزيرت راسي شويه في الحويجات باش يبقاو لي ان شاء الله يديو لي شهر تسعود ان شاء الله بحول الله. الله يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا ربي. وحبيباتي شكرا لكم، وشكرا لجميع الاخوات على الدعم ديالكم ليا. شكرا لكم، شكرا لكم حبيباتي، والله يعاونكم على وليداتكم ان شاء الله بحول